متكرر على السوشيال ميديا. تحياتي لايف جديد مع احمد كريم. النهارده هنتكلم عن موضوع بدات اشوفه في الفتره اللي فاتت متكرر على السوشيال ميديا. ناس بتشكك في سرعه الرادار بتاعتها، اتقفشت مخالفه، بيجي يراجع السرعه بتاعته بيلاقي المخالفه هو كان ماشي في الحته دي مظبوط، وهو ما ارتكبش المخالفه ديت. هو حقيقي اللحظه اللي هو اتصور فيها هو فعلا ما ارتكبش المخالفه، فعلا هو كان ماشي مظبوط وسرعته تمام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الرادارات الجديده بتشتغل بالادوات الكهرومغناطيسيه، بتشتغل يعني في دايره اوسع من المكان اللي هو بيصورك فيه. يعني بمعنى في رادار كان عمل عنه جريدة اليوم السابع تقرير، وكانوا بيتكلموا اللي هو بيجيب من مسافه 762 متر. انت مش شرط لما تيجي تدخل على الرادار بتبقى انت ماشي والدنيا تمام، عارف اللي فيه رادار في الحته الفلانيه ديت، فبتظبط امورك وبترستق امورك بحيث ان انت ما تتاخدش مخالفه. لا، هو الموضوع بقى كده، هو الموضوع بقى يجيبك من على مسافات بعيده. الموجات الكهرومغناطيسيه او اللي تبدا تترصدك من مسافه بعيده وتشوف حركتك كمان، مش سرعتك بس، لا، الطريقه اللي انت ماشي بيها. لو انت بتعمل بقى غرز، بتعمل اي حاجه، هي بتبدا تتتبعك، يعني حاجه عامله زي الرادارات كده الحربيه يعني. فالموضوع بيبقى هو مصورك في اللحظه دي انت كنت مظبوط، بس هو انت عندك مخالفه من على المسافه. والكلام ده كمان الرادارات انا بدات اسمع اللي فيه ارقام اكتر من كده ممكن غير اللي انت ما بين الرادار والتاني بيبدا يحسب لك. يعني الموضوع بقى واسع، فالالتزام هيكون هو يعني الافضل في الحالات اللي ديت عشان تتجنب المخالفات. تقدر تعرف المخالفات اللي عندك وتراجعها، ويفضل انت تراجعها من على موقع النيابه العامه لاداره المرور هنا برضو في الفيديو تشوفوه وتطلعوا عليه. يعني يلا ما تنسوش بقى تعرفوا اصحابكم وحبايبكم المعلومات المهمه ديت عشان ما يقعوش في المشاكل اللي من النوع دوت. اشوفكم بخير، السلام عليكم.